Hello grade 3 lesson 3 describing people. احنا دلوقتي في lesson 3 الدرس الثالث هنتكلم على describing people وصف الناس. طبعا ما زلنا في unit A في unit 1 vocabulary. في الدرس ده بنتكلم على أشكال الناس وشكلهم من بره بيكون عامل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. اسمعوا وبنكرر ورايا. اوكي، تعال نشوف هنعمل ايه دلوقتي. describing looks، يعني احنا هنوصف الشكل الخارجي. الشكل الخارجي اول حاجة tall 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 يعني ايه؟ tall يعني طويل. الكلمة دي كلمة tall tall. ايوه قول معايا tall طويل. ايوه برافو، شخص طويل. زي ما احنا شايفين قدامنا كده طويل. ماشي اوكي. short 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 يعني ايه؟ قصير. short short. ايوه الاس مع الاتش بتدينا ساوند ميك ساوند ش كده. short. ايوه زي ما احنا شايفين short يعني قصير. curly hair curly hair الشعر المجعد الملولو الخفيف كده بيبقى ناعم وكل حاجة لكنه ايه؟ مجعد. curly hair. straight hair اللي هو ايه straight hair؟ الشعر المفرود الناعم المفرود straight. ماشي. long hair يلا قول معايا long hair. yes long hair يعني شعر ايه؟ طويل. short hair short hair يعني ايه short hair؟ شعر الايه؟ القصير. brown eyes العيون البنية الجميلة. brown eyes excellent. دي الحاجات اللي بنشوفها في الناس من بره. واحد يكون طويل tall، قصير short، curly hair شعره curly، straight hair، long hair، حسب بقى brown eyes كده. describing personality. دلوقتي بقى هنوصف ايه؟ personality يعني الشخصية نفسها. ممكن تكون شخصية funny مضحكة وجميلة، وممكن تكون شخصية ايه؟ shy بتتكسف. يعني تعالوا نشوف كده. funny yes funny برافو. funny يعني ايه؟ funny يعني مضحك. shy يعني ايه؟ يعني خجول. shy. friendly يعني ايه؟ friendly ودود. helpful يعني متعاون. polite yes polite مؤدب زي كده، مؤدب وجميل. polite الحاجات دي بتبقى في شخصية البني آدم، مش باينة عليه، ما بنعرفهاش إلا لما بنعيش معاه نتكلم معاه هنشوفه إذا كان funny ولا shy ولا friendly ولا إيه بالظبط. اوكي زي ما احنا شايفين هنا جايبين لي بعض النماذج في كتاب الوزارة، جايبين لي بعض الصور اللي بتوضح ان في حد شورت، في حد طول، في ناس كده شاي، في ناس كيرلي هير. زي ما احنا شايفين helpful هنا متعاونين وكده. نكمل مع بعض. listen and speak. دلوقتي اسمع وايه واتكلم. listen and speak تحدث. listen repeat and practice. listen repeat and practice. I am funny. في حد بيقول أنا funny. I make my friends laugh. أنا بخلي صحابي بيضحكوا. تمام. He is friendly. هو الشخص ده friendly. يعني ايه friendly؟ ودود. He says hello to everyone. ودود بيقول لكل الناس hello. She is helpful. البنت دي متعاونة. She is helpful. When someone needs help. لما أي حد يكون محتاج مساعدة. My teacher is tall. مدرس طويل. مدرسي طويل أو مدرستي طويلة. She can reach the top shelf. She can reach the top shelf. بتقدر توصل للtop shelf. She has long hair. It looks nice.
I have brown eyes and curly hair. I have brown eyes and curly hair. اوكي، الكلام ده بس ان احنا نكرره فهتلاقي نفسك ايه بتفهمه يعني مع الوقت مع التكرار. Lesson 3 draw and write about yourself. دلوقتي في الجزء ده بيقولك جزء draw ده يعني ارسم a picture, draw a picture of yourself, then complete the sentence using the examples below. محتاجة منك انك دلوقتي هترسم هنا yourself، ترسم نفسك. بنرسم كده نفسنا ازاي؟ اهو اي حاجة، arms والبادي وlegs، تمام، وبس كده. اي حاجة حسب ما انت حابب. تمام. I am funny، ممكن تعمل مثلا كده يعني بتضحك كده، تبقى انت كده funny مثلا. I am funny. I have curly hair، انا عندي شعر مجعد مثلا اهو. اوكي. I am tall، انا ايه طويل. وبعد كده بتيجي هنا وبتكتب الاسم، هتحاول انك تكتب الاسم في الجزء ده. تمام. هنكتب الاسم فين؟ هنكتب الاسم في الجزء ده لانه بيقول my name is، وتكتب الاسم هنا. I am a and a، يعني انا tall مثلا and funny. I have واكتب I have curly hair او straight hair. اوكي. Fill in the blanks with the words below. polite, kind, funny, friendly, shy. عندي مجموعة من الكلمات هنحاول ان احنا نحطها في الاماكن الفاضية اللي تحت في المكان المناسب ليها. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. Number 1. My sister is very dots. يعني اختي ايه؟ she shares her toys. هي بتشارك اللعب بتاعتها. بتشارك اللعب بتاعتها تبقى ايه؟ polite، kind، funny، friendly، shy. تفتكروا هيكون ايه الإجابة هتكون ان هي friendly. الإنسان الفريندلي هو الشخص الودود اللي بيشارك غيره. تمام. فاحنا هنحط هنا ايه؟ كلمة friendly. طيب friendly بتتكتب ازاي؟ FRIEND. تمام. LY. تمام. نيجي للنقطة اللي بعدها. my friend is dots he always says please and thank you. صاحبي اللي بيقول دايما لو سمحت وشكرا. هو الطالب ده كويس ولا مش كويس؟ كويس جدا، وكمان بنقول عليه انه مؤدب. يبقى هنا هناخد انهي كلمة؟ polite. excellent، انا سامعاك كويس جدا. دي كلمة polite. 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 okay. my teacher is what? she always has a smile on her face. يعني المدرسة بتاعتي دايما عندها ابتسامة كده وطيبة هي جدا. هي بتبتسم وبتحبنا جدا. تبقى مس دي مالها؟ احنا بولايت اخدناها kind ولا funny ولا shy؟ ايوه هي kind، برافو، عشان هي عندها سمايل جميلة وبتحبنا فاحنا اسمها دي kind. KIND. اوكي. the clown احنا عارفين المهرج ده كل الناس بتضحك لما تشوفه. he makes us laugh، بيخلينا نضحك. الكلاون عبارة عن funny. he is funny. يعني ايه funny؟ مضحك. أيوة كمل NNY. برافو. funny. he is and doesn't like to talk much. ما بيحبش يتكلم كتير، بيبقى مكسوف كده ومش قادر يتكلم. يبقى ده مين بقى؟ أيوة الكلمة دي اسمها
shy. وزي ما احنا عارفين ان الاس والاتش بتدينا صوت ش كده، ش اس اتش، وحرف الواي صوته يا، يبقى shy. shy. برافو عليك. Number 5. Choose the word that best completes the sentence. أفضل تكملة للجملة. My friend helps me. She is. اللي بيساعدني ده helps me يبقى عبارة عن ايه؟ kind ولا funny ولا friendly؟ My friend helps me. She is a kind ولا funny ولا friendly؟ بتساعدني، بتحبني، يبقى kind. very good. يبقى الإجابة هتكون هنا ايه؟ kind. طيب kind. اللي بعده طبعا هنا هنحط circle. عايزين نعمل circle على كلمة kind. okay. Number 2. He makes me laugh. بيخلينا اضحك. يبقى مين ده؟ funny. برافو. funny. ممكن نكتبها هنا في النقط. You can reach the top shelf. بتقدر توصل للتوب شيلف، للرف التوب العالي. You are ايه؟ طالما انت تقدر توصل لتوب القمة. tall ولا kind ولا friendly؟ برافو. الإجابة هتكون tall. excellent. put circle. She doesn't talk a lot. بتتكلمش كتير. She is. اللي ما بيتكلمش كتير اتفقنا ان هو shy. My teacher smiles. He or she is. اللي بتبتسم كتير وحلوة. happy, angry, short. خلاص مبتسمة يبقى هي ايه؟ happy. برافو عليكم. هتلاقي الإجابة كلهم ايه؟ تحت بعض. Choose a suitable word to complete the sentence. kind, curly, meet, helpful, tall. Okay. I have dots hair. I have a hair. I have curly hair. I have curly hair. يبقى هنا المفروض ان احنا هنكتب ايه؟ هنكتب هنا كلمة curly في النقط دي. curly. curly. okay. curly. Number 2. My sister is dots. She is not short. My sister. برافو. أختي. is يعني يكون. أختي تكون إيه؟ She is not short. هي مش قصيرة. طالما مش قصيرة يبقى هي إيه؟ برافو. super excellent. يبقى هنكتب هنا tall. tall. okay. He helps everyone. He is dots. بيساعد كل الناس يبقى هو إيه؟ helpful. H E L P F U L. okay. helpful. My mother is very. مامتي very kind يعني طيبة. kind. My mother is kind. That's good. Read and complete the text with words from the box. دلوقتي read اقرأ و complete the text وكمل التكست نص بالwords from the box. كلمات موجودة في البوكس اللي قدامنا ده. This is my new friend ليلى. دي صديقتي ليلى. She always smile and helps other. طالما helps other وهي smile يبقى tall ولا curly ولا friendly؟ yes. friendly. F R I E N D L Y. friendly. okay.
She has dots. هي عندها ايه and the big brown eyes. عندها curly hair. She has curly hair. Curly hair. Okay, curly hair. That's good. She is also very dots. She can reach the top of shelf easily. هي تقدر ان توصل للتوب لقمة ايه الرف بسهولة. تبقى هي tall. Excellent. Tall. T-A-L-L. Good job. تعالوا نشوف. Let's practice and play. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ نجيب اللون الأحمر كده. Find and circle the words in the crossword puzzle below. في عندي كلمات متقاطعة كده وبنحاول نطلع الكلمات. أول حاجة عندي كلمة happy وهو مطلع happy H-A-P-P-Y happy. kind يا ترى فين كلمة kind؟ yes أهي kind K-I-N-D kind. put circle. kind. funny funny يا ترى فين كلمة funny؟ yes good job funny. sad sad يا ترى فين sad؟ نفكر كده. أيوة سوري مش هنا. sad sad يعني ايه؟ حزين. هنبدأ من الاس دي كده اهو sad S-A-D. آخر واحدة shy shy فين كلمة shy يا ترى يا ترى؟ ها أيوة أهي shy S-H-Y shy. Super excellent. Lesson 3 Language in use present simple tense for description. دلوقتي يا أصحابي هنتكلم عن ال present simple tense. المضارع ايه؟ مضارع ال present simple يعني المضارع البسيط. For description we use the present tense to talk about who we are and what people are like. Verb to be. Verb to be فعل يكون. I بتاخد am فاحنا بنقول I am. I am happy. عفوا ممكن أقول كمان I am happy لأن دي اللي بعدها بقول you are my friend. You are my friend. he is a student. he بتاخد is. she is. it is. we are. they are. she is kind. it is a cat. we are ready. they are in class. بنلاحظ هنا إن في am are is are. في حاجات بتاخد is وفي اللي بياخد am واحدة بس اللي هي ايه؟ اللي هي I. دايما بقول I am زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالظبط. I am. ماشي بقول ايه؟ I am اهو I اخدت am. طيب you و are هقول ايه؟ you are. دول بيجوا مع بعض. he is يبقى he بتاخد ايه؟ is. تمام تاخد is. طيب she is. it is. لكن we يعني نحن كتار كده فبتاخد are. we are. okay they are. تمام خالص. asking questions we use questions to learn about our friends. example what's your name? how are you? practice with your friends. what's your name? my name is Sarah. how are you today? I am fine, thank you. Okay, circle the correct word to complete the sentence. دلوقتي عايزاك تحط circle. put circle على ال correct word.
he. Number 1 he. Am, is, are. My brother. He. Am, is, are. My brother. He is. Yes, excellent. He is. ليه اخترنا is؟ بنختار is مع he و she و it والاسم المفرد، لأن هنا فيه he فاحنا اخترنا is. he is. اوكي. I. طبعا I معاها الأنتين بتاعها. I is ولا I are ولا I am. تعالوا نكمل باقي الجملة. I dot 8 years old. أنا عندي 8 سنوات. I am يبقى هنختار كلمة I am. good job. we. فكر شوية. we احنا قلنا ان we يعني نحن، ونحن احنا كتير كتار بناخد are. we am ولا we is ولا we are. yes we are. we are we are in the classroom. yes excellent. she are am is my mom. she بتاخد is فبنختار هنا is. she is my mom. you is ولا you are ولا you am very kind. you are. you are very kind. برافو. يعني هنا بيحاول يوضح لي ايه اللي بيجي مع is و am و are. موضوع بسيط قوي. am و is و are بيجي معاه he و she و it بتاخد is. we و you و they بياخدوا are. I تاخد am. I am. تمام. ومعناها ايه طيب؟ معناها يكون. هما التلاتة معناهم ايه؟ يكون. fill in the blanks with am is are. يعني am يا is يا are. هنختار ايه هنا في النقط اللي قدامنا دي؟ I dots a student. احنا قلنا ان I ليها الانسين بتاعها اللي هو مين؟ am. يبقى احنا دلوقتي هنكتب كلمة ايه هنا؟ هنكتب am اللي هي am. برافو. am. she dots my sister. she تاخد am ولا is ولا are؟ good job. she is. I s. they تاخد ايه؟ they معناها برافو سامعاك معناها هم. هما دول كتار ولا قليلين؟ كتار بياخدوا are. برافو. يبقى هنا هنكتب ايه؟ هنكتب are. are. my friends أصدقائي. he dots in the kitchen. هو ايه بقى؟ he دي اسم مفرد صح؟ ضمير هو. he تاخد زي she بالظبط. زي she دي يبقى he is. برافو. هنكتب هنا is. I is. كويس قوي. ماشي. هنا describe yourself بتوصف نفسك. في examples describe yourself using adjectives. I am tall. أنا طويل. and friend. I have curly hair. كلام بسيط يعني إن شاء الله دي سهلة. share your description with the class. اتكلم. This is my friend Mona. She is very friendly, kind and funny. She always tells jokes. دايما بتقول نكت and helps her friends. Mona has long black hair. عندها شعر طويل وأسود and brown eyes. Everyone likes to play with her. كل الناس بتحب تلعب معاها. Read and answer the questions. دلوقتي دورك هتقرأ وتجاوب على الأسئلة اللي قدامك دي. What color is Mona's hair? Mona's hair. شعر منى كان ايه؟ يا ترى في القطعة دي كان شعرها لونه ايه؟ الcolor يعني اللون. احنا قلنا ان هي عندها ايه؟ black hair. يبقى الإجابة هنا هتكون black hair. هنا هنكتب عليها دي number 1. تمام. يبقى شعرها كان لونه ايه؟ كان لونه black. تمام. ننزل على اللي بعده. What kind of person is Mona? What kind of person. هي نوع البنت دي كانت ايه بقى؟ كانت وحشة ولا حلوة؟ طيبة ولا مش طيبة؟ She is very friendly, kind and funny. يبقى هي كانت كشخصية كانت التلاتة دول. She is very friendly. يبقى دي number 2.
طيب number 3 who likes to play with منى؟ مين كان بيحب يلعب معاها؟ everyone. الإجابة هتكون everyone، الجميع، كل الناس كانت بتحب تلعب مع منى. آخر سؤال what does منى always do؟ منى كانت بتعمل ايه دايما دايما دايما؟ هنا هتلاقي she always tell jokes، كانت دايما and helps her friends. يبقى الإجابة هنا إن هي she always tell jokes، تقول نكت، و helps ايه her friends، وبتساعد أصحابها. اهي دي الجزئية دي وبنكتب عليها number 4. دي إجابة رقم ايه 4. lesson 3 choose the correct answer. منى بنت منى دي has short brown hair، شعرها قصير كده ولونه بني، and blue eyes، وعيونها لونها زرقاء، long black hair and brown eyes، curly red hair and green eyes. دي اختيار من التلاتة دول. البنت اللي قدامك دي اللي هي منى عندها ايه بقى؟ short brown hair وعيونها لونها ازرق، بصوا كده، ولا long black hair شعرها لونه black اسود طويل and brown eyes وعينين بني، ولا curly hair and green eyes وعيونها لونها ايه اخضر؟ تفتكر هي انهي واحدة في دول؟ هنشوف، هنلاقي ان بي هي الاجابة الصحيحة long black hair and brown eyes وعيون لونها ايه بني. تمام. people like منى because she is، كل الناس بتحب منى عشان هي ايه؟ tall ولا pretty ولا kind؟ البنت دي الناس بتحبها عشان ايه؟ في حد يحب حد عشان هو tall، ولا عشان هو بس شكله حلو، ولا عشان هو kind؟ علشان kind، يبقى kind هي طيبة وجميلة. it is good to، كويس to ايه بقى your friends when in need. good to tell jokes ولا help ولا play؟ it's good to، كويس ان انت تعمل ايه في صحابك لما يكونوا محتاجين، يعني tell jokes ولا help لما يكونوا محتاجين مساعدة، ان انا اساعدهم. good to help your friends لما يكونوا في حد محتاج مساعدة. reorder the words to make correct sentence. دلوقتي في الوقت ده احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نرتب الكلمات دي علشان نطلع جملة مفيدة. الجزء ده مهم خالص ويعتبر ده آخر جزء قبل lesson ايه lesson 4. تعالوا نحل مع بعض الأسئلة الموجودة هنا بطريقة كويسة ونحاول نفهم مع بعض هنرتب ازاي الجملة. قبل ما أبدأ في ترتيب الجملة لازم تكون عارف حاجة. ايه بقى الحاجة دي؟ احنا في الجملة بنرتبها ازاي؟ بنرتب عبارة عن فاعل، هكتبها لكم بالعربي كده عشان افهمها لكم. فاعل، تمام، فاعل زائد فعل، ماشي، فعل، وبعد كده تكملة ايه؟ تكملة الجملة. فاعل زائد فعل زائد تكملة الجملة اللي هي اللي هي ايه؟ يعني مثلا اي حاجة بقى اللي هو المفعول او غيره، يعني ممكن يبقى في حرف جر وحاجات تاني، بس اهم عنصرين معايا اللي هم ايه؟ الفاعل والفعل. طيب دلوقتي احنا عاوزين نكتب الجملة دي نشوفها تترتب ازاي بناء على الفاعل والفعل. مين هنا فاعل في الجملة دي؟ مين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير I، ضمير I، فبالتالي I دي هي اللي هبدأ بيها الكلام. فهقول هنا I طبعا عشان نبدأ كابيتال فهنخلي أول حرف كده ايه كابيتال I. طب I بتاخد ايه؟ ده الفعل بتاعنا هنا يكون am، I am Egyptian. ممكن نخليها زي ما هي كابيتال كده نعملها كابيتال برضو. I am Egyptian. E G Y P T I O N. I am Egyptian. أنا مصري. سوري A N هنا. بعد كده هنا
عايزين نرتب دي برضو. نعمل ايه؟ my و are و you friend. تفتكر هنبدأ بكلمة ايه؟ عايزين فاعل. مين الفاعل هنا؟ friend. طب ممكن احط حاجة قبلها؟ ينفع اقول my friend ولا مين الفاعل ولا you are my friend ولا يا ترى مين؟ قالك بص انت ممكن تبدأ بيو. you اللي هو الضمير زي ما بدأنا بأي فوق هنبدأ هنا بضمير you وهنقول ايه؟ you. طب you بتاخد مين؟ تاخد my you my ولا you are؟ you are. برافو. you are أنت تكون ايه؟ friend. طب امال my هنوديها فين؟ هتبقى my friend. تمام. you are my friend أنت تكون ايه؟ صديقي. تمام. ننزل بقى على اللي بعده. كده احنا بنرتب الجمل واحدة واحدة. هندور برضو على الفاعل. الفاعل هيكون ضمير زي ما كان هنا I وهنا you، صح؟ دلوقتي مين؟ في عندي they و have و eyes و brown. نبدأ بكلمة they. يلا بينا زي ما بدأنا فوق. they have they. they هتاخد ايه؟ they have لأن have هنا يملك وده الفعل زي ما كنا متفقين. they have. اللي خلاني حطيت have يا جماعة؟ لأن have هو الفعل الموجود معايا هنا. they have ايه؟ they have brown eyes. brown eyes. EYES. it's okay. اللي بعده. كده احنا حلينا اول 3. number 4. يا ترى هنا هترتب الجملة دي ازاي؟ بندور على ايه اول حاجة نبدأ بيها؟ بندور على الفاعل اللي هو ممكن يكون اسم او ضمير، واللي قدامي هنا في اسم في ضمير اهو he. برافو. يبقى نبدأ بهي. طيب اكتب هي بس ونشوف اللي بعده. he ايه؟ he from ولا he is؟ برافو. بتاخد he is Egypt و from. يبقى نكتب مين الأول؟ بنكتب from. he is from Egypt. he is from ايه؟ عشان دي دولة فلازم تتكتب capital. I و her و have و brown. عايزين نرتب دول بحيث ان احنا نطلع جملة مفيدة. اتفقنا ان احنا بنبدأ بايه؟ بالضمير. الضمير الموجود معايا ايه؟ I. يبقى ابدأ بكلمة I اللي هو ضمير I. هعمله كابيتال عشان اول الكلام. تمام. تعلم صح. I ايه؟ here ولا I have؟ برافو 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 حبيبي حبيبتي الحلوة. I have brown كان brown ايه اخر كلمة؟ hair. I have brown hair. يا رب تكونوا فاهمين ومرتاحين، وما تنسوش تحطوا لايك يعني وشير القناة. بلاش ننسى الجزئية دي يا جماعة لو سمحتوا. نحط لايك، نحط شير، سبسكرايب، تعمل اشتراك معايا في القناة عشان يوصلك كل حاجة. I have brown hair. أنا عندي ايه؟ شعر بني. وبكده عرفنا برضو ازاي بنرتب جملة. يعني الموضوع هنا بيبدأ معاك واحدة واحدة يعرفك ازاي ترتب جملة. لو لاحظنا هنلاقي في الأول هنا كان ضمير I وهنا كان الضمير you وهنا الضمير they، ضمير he، ضمير I. فغالبا الجمل في اللغة الإنجليزية بتبدأ بضمائر. Goodbye.